ما لحقناش ناخد نفسنا من الجوله 17 من البريمير ليج اللي خلصت يوم 28 عشان تبدا الجوله اللي بعدها يوم 30 بماتش بين برنتفورد وويست هام على ملعب لندن، اللي قدر فيه برنتفورد يكسب 2-0 على ويست هام في ملعبه. وفي نفس اليوم ليفربول لعب ماتش مهم جدا ضد ليستر سيتي وقدر يخطف 3 نقط بالفوز 2-1 بهدفين عكسيين، وده هنتكلم عنه في الحلقه النهارده. يوم 31 دخل اليونايتد ماتش ضد الولفز على ملعب المولينكس ملعب وولفز وقدر يكسب 1-0. وفي نفس اليوم كان في كذا ماتش الساعه 5، فقدر كريستال بالاس يغلب بورنموث 2-0 على ملعب الفيتاليتي ملعب بورنموث. فولهام قدر يخطف فوز متاخر على ساوثهامبتون في الدقيقه 88، كانت النتيجه 1-1 طول الماتش، وفي الدقيقه 88 قدر فولهام يخطف الجون الثاني ويكمل مفاجاته في الدوري السنه دي. وبرده السيتي دخل في ماتش مهم جدا ضد ايفرتون اللي بيقدم اداء وحش السنه دي، بس الماتش خلص بنتيجه 1-1 وسط ظروف كتيره غريبه. هنتكلم عن الماتش بالتفصيل. ونيوكاسل اللي بيقدم موسم عظيم السنه دي اتعادل 0-0. وختمنا اليوم بماتش ارسنال وبرايتون اللي قدر فيه ارسنال يحافظ على صدارته ويكسب 4-2 في ماتش ممتع جدا لجماهير الفرقتين ولاي حد بيحب الدوري الانجليزي، عشان ارسنال يقول انا هفضل في الصداره ومش ناوي اتخلى عن الدوري السنه دي. ويوم راس السنه اخر ماتشات الجوله، استون فيلا قدر يكسب توتنهام 2-0 على ملعب توتنهام في مفاجاه من العيار الثقيل، ودي هزيمه فتحت النار على انطونيو كونتي مدرب توتنهام اللي بدا الموسم بدايه روعه وبينهي دلوقتي بشكل سيء وعمال يفقد نقط ماتش ورا ماتش. وختمنا ماتشات الجوله بماتش تشيلسي ضد نوتنغهام اللي انتهى بالتعادل 1-1. وزي ما قلنا قبل كده تشيلسي ماشي على سطر وبيسيب سطر. انا حازم البيومي وده الدوري الانجليزي على الكنبه. ما تنساش قبل ما نخش في التفاصيل تنزل دلوقتي تعمل لايك والسبسكرايب عشان تبقى واحد من ضمن رحلتنا ل 10000 قبل نهايه الميركاتو الشتوي. ويلا بينا نخش على التفاصيل. بدأنا بليفربول اللي بدأ موسم الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع جاكبو نجم المنتخب الهولندي اللي عمل أداء مرعب في كأس العالم وكان واحد من نجوم البطولة. قدر يكسب ليستر سيتي 2-1 في ماتش أغرب ماتش في تاريخ ليفربول. ليفربول كانت بتحاول تلعب بتحاول تقدم كورة بس ما جابتش ولا جول. الجونين أحرزهم اللاعب وود فيس لاعب ليستر جابهم في مرماه، جايب جونين عكسيين ويدخل التاريخ من الباب الخلفي. ليفربول لسه بيشكك كل متابعينه ومحبينه في قدرته ان هو ينافس على الدوري او حتى على المربع الذهبي، رغم ان هو فاز وحقق 3 نقط وبقى 28 نقطة وفرق نقطتين عن المركز الرابع، الا انه ما بيقدمش المستوى بتاع ليفربول. احنا متعودين ليفربول ضغط عالي، قوة، عنف، ناس بتخش في الموضوع تكسب بالسبعة بالستة. دي ليفربول، دي طريق كلوب. انما في الماتشات الاخيره لليفر المستوى نازل تماما. جماهير ليفربول عندها الامل واليقين ان محمد صلاح ونونيز مع عوده يوتا ودياز هيقدروا يعملوا حاجه قويه في الدوري، بس بالشكل ده لا، بالشكل ده ليفربول رايحه انها تضيع نقط حتى قدام فرق صغيره. ليفربول ادائها مش مستقر ولازم يراجعوا حساباتهم. بداوا فعلا بصفقه مع جاكبو زي ما قلنا، هيكون اضافه كبيره لهجوم ليفربول، ونستنى الدور الثاني ممكن يبقى فيه تطورات في اداء ليفربول ويقدروا يدخلوا المربع الذهبي. ما نقدرش نتخيل دوري ابطال اوروبا من غير ليفربول. في ماتش تاني خالص شفنا مانشستر يونايتد وهو لسه بيواصل ابداعاته والمتعه اللي بيقدمها لجمهوره وعوده الروح اخيرا لمانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بتكسب الماتش الثالث على التوالي على الولفز في ملعب المولينكس ملعب وولفز. ايه الجميل في الماتش هو راشفورد بدأ الماتش على الدكة، نزل الشوط الثاني قلب الماتش، جاب جونين، واحد منهم اتلغى، وكان بيقدم اداء عظيم. ما اشتكاش انه قاعد دكة، ما اعترضش، ما شفناش قلة ادب، ما شفناش اختلافات زي ما كان بيحصل ايام رونالدو. دلوقتي بالبلدي كده راشفورد ده لما شاف كريستيانو كان قاعد دكة وبعدين مشي من النادي عشان بيعترض على المدرب، لما قعد دكة سكت، الموضوع بقى منتهي. اي حد هيقعد دكة، اي حد هيلعب، اهم حاجة هي مصلحة الفريق. والاهم من ده كله ان مانشستر يونايتد فعلا بتقدم كرة حلوة وقدر بالفوز يدخل المربع الذهبي ويعدي توتنهام ويبقى معاه 32 نقطة في المركز الرابع، وتوتنهام ينزل للمركز الخامس ب30 نقطة زي ما هو. وده بيدل على سيطرة تين هاج المطلقة على غرف الملابس في مانشستر يونايتد، وان احنا بنشهد ميلاد سير أليكس جديد جوه مانشستر يونايتد.
ماتش تاني وهو الماتش اللي هنتكلم عنه شويه النهارده، ماتش السيتي وايفرتون. الماتش بدأ ايفرتون داخله هم بايتين النيه ان هم يقتلوا هالاند. من الدقيقه الاولى تدخل عنيف مع هالاند، اصابه، قعد دقيقتين على ارض الملعب وشفنا الفاريز قام يسخن عشان ينزل بدل هالاند، بس الحمد لله هو قدر يقوم وكمل الماتش ومفيش مشكله. وفي الدقيقه 24 قدر هالاند يجيب الجون الاول للسيتي علشان يعاقب لعيبه ايفرتون على الخشونه والعنف المبالغ فيه الغير مبرره. ده ماتش كوره. بعدها ابتدى شد الاعصاب يحصل في الملعب وراح هالاند ضرب لعيب في الدقيقه 44 وحصل مشكله كبيره، وكان لعيبه ايفرتون بتطالب الحكم الماتش بالطرد، طرد هالاند، بس الحكم اكتفى بالانذار وانذر لاعب من ايفرتون كمان عشان المشكله اللي حصلت ولاعتراضه على الحكم. الشوط الاول كان كله عباره عن دفاع من ايفرتون وهجوم كاسح من مانشستر سيتي، بس الفاعليه لسه مش موجوده، وده اللي بنتكلم عليه كل مره. مانشستر سيتي بتقدر تعمل استحواذ يوصل ل 70 و80% كل ماتش، بس ما بتقدرش تترجم ده لجوان، رغم ان هالاند جاب 21 جون في الدوري بسبب الجناحات اللي موجودين وقدرات لاعبي النص في ان هم يفنشوا. المواسم اللي فاتت كان هدافين السيتي دايما بيكونوا لعيبه النص وهم اللي بيزيدوا وبيلعبوا مهاجمين وبيبقى في روتيشن جوه الملعب، تدوير في اماكن اللعيبه وتبديل بينهم. دلوقتي ده ما بيحصلش، الاعتماد الكلي على هالاند. طيب ده كويس، هم بيقدروا يجيبوا جوان. ومحرز طب وجريليش لسه مش موجودين، لسه بيضيعوا، رغم ان محرز هو اللي صنع الجون بمهاره عاليه جدا لهالاند في الشوط الاول لما رقص 3 لعيبه جوه ال 18 وقصهم وحطها لهالاند مقشره، رغم انها مش مقشره قوي، هي كانت وراه، وهالاند عشان طويل وعشان مهاري وعشان بيعرف يفنش هو قدر يلف ويحطها بشكل غريب جدا وقدر يجيب منها الجون، بس الكوره ما كانتش سهله. محرز وجريليش هم لسه لغز، لسه بحس بالكسل ان هم يرجعوا يدافعوا وان هم يساعدوا الفريق في الهجمات. كل واحد فيهم بيمسك الكوره بيحاول، وخصوصا محرز بيحاول يمسك الكوره يرقص لعيب واثنين وثلاثه وعشرة. لا، العب السهله. انت الفريق كله بيمسك الكوره، ودي طريقه بيب جوارديولا، استلم واستلم وان تاتش واقلب الملعب على طول، فضي مساحه والعب في المساحه من مره واحده. محرز لما بيلاقي المساحه ويلاقي حد بيجري فيها بيقرر انه يرقص، بينهي مجهود الفريق كله على الارض. الشوط الثاني عامه اختلف تاني، وهنا احنا شفنا حرفيا المعنى اللي بيقول الشوط الاول شوط اللاعبين والشوط الثاني هو شوط المدربين. ليه؟ لان ايفرتون الشوط الاول كانت كلها واقفه جوه ال 18 عندها، الشوط الثاني الوضع اختلف. ايفرتون لعبت ضغط عالي، بقت بتدافع من قدام وبتلعب على الهجمات المرتده وبتلعب على سرعات لعبتها، وفعلا قدرت تجيب جون التعادل، جون حلو جدا عن طريق ديمتري جراي اللي كل دفاع مانشستر سيتي كسل انه يضغط عليه لان هو كان متطرف شويه، بس حطها صاروخ في المقص البعيد، واحد من احلى جوان الموسم فعلا. هو اتساب لوحده وشاط لوحده، بس الشوطه تتدرس، شوطه حلوه في جون في زاويه بعيده، لا إدرسون ولا 10 حراس واقفين يقدروا يعملوا لها حاجه. كان طول الشوط الثاني في تراخي من لعيبه مانشستر سيتي، سواء في الضغط، سواء في الهجوم، سواء في الانهاء. كل حاجه كانت مانشستر سيتي بتحاول تعملها كانت سلبيه. شفنا التراخي وكان باين قوي في اداء اللعيبه، وباين قوي ان هم بيفكروا في ماتشهم الجاي في الدوري ضد تشيلسي. ايفرتون بعد ما جابوا الجون لعبوا لعبة توانسة زي ما الكتاب بيقول، لعبة توانسة اللي هو انا هقع، هضيع وقت، هفضل قاعد، مفيش التحام، واقع وافضل قاعد في الارض شوية، في تغيير هتمشى، في اوت هضيع وقت، الكرة مع الحارس بيضيع وقت، لعبة توانسة. سيتي كانت بتحاول تفضل في الماتش، ايفرتون قدروا يخرجوهم من الماتش بالعصبية، وما قدروا يستفزوا لاعبي مانشستر سيتي طول الماتش، وخصوصا بعد التعادل. شفنا العصبيه في اداء دي بروين وان هو بعيد عن مستواه، ده بعيدا عن العصبيه للارهاق. دي بروين لعب 3 ماتشات ورا بعض في اقل من 5 ايام، مين بيعمل كده؟ هالاند نفس الكلام. طب انت يا جوارديولا، طب ما انت عندك بدله، انت نزلت برناردو سيلفا، كنت تلعبه بدل دي بروين، كنت تلعب حد من الناشئين، كنت تلعب بالمر مكان دي بروين، لعب الفاريز بدل هالاند. انما انت اتزنقت في التعادل وجيت في اخر الماتش نزلت الفاريز مع هالاند مع فودن مع محرز مع دي بروين مع جوندوجان بلا نتيجه، ما حصلش حاجه، لان ايفرتون فضلت كلها واقفه جوه منطقه جزائها، قفلوا عليك ميه ونور. ايفرتون مش بيقدم اداء عظيم الموسم ده، بس في الماتش ده لامبرد اثبت ان هو مشروع مدرب كبير، انه قدر يتلاعب بجوارديولا في الشوط الثاني، اتعادل معاه وخرجه عن اعصابه هو والفريق واللاعبين كلهم، وقدر يخطف نقطه
مهمة من السيتي تعطلوا عن صراع الصدارة اللي بينافس عليه مانشستر سيتي، عشان بعد فوز الأرسنال يبعد أرسنال عن السيتي ب7 نقط كاملين في صراع الصدارة. أرسنال أنا بقى مش هتكلم عنه كتير، أنا ممكن أقول فيه شعر. أرسنال خلاص بشكل شبه رسمي هو بطل الشتاء في البريمير ليج لأول مرة من سنين طويلة جدا. أرسنال حط نفسه بين الكبار متصدر الدوري، وبعد 7 نقط كاملة عن مانشستر سيتي، ده رقم صعب في الدوري الإنجليزي. وأرسنال لسه بتثبت إن هم فريق مش داخل الموسم بحلاوة البدايات، هم خلاص احنا وصلنا لنص الموسم وهم لسه راكبين الدوري وبفرق كبير عن اقرب منافس ليهم. خلاص فاضل لهم نقطة واحدة عشان يبقوا رسميا بطل الشتاء في البريمير ليج. دي حاجة جديدة ان الارسنال يبقى بطل البريمير ليج، والله بعودة من ايام بقى الجيل الذهبي بتاع الارسنال 2002 والانفنسبلز والحاجات الجميلة بتاعت ارسنال. هما بيلعبوا نفس الكرة الممتعة. اي حد مش متابع لارسنال ومش محب الارسنال وبيتفرج عليهم بيحب الكورة هو هيستمتع بلعب ارسنال. ارسنال ضد برايتون دخلوا في الموضوع على طول، جابوا جون في اول دقيقة. ساكا من بدري بيقول احنا مش هنضيع الدوري، ده بعد ما السيتي كانت عادل مع ايفرتون وضيع نقطتين، والارسنال كانوا عارفين ده، دخلوا الماتش ال3 نقط هما الهدف الاساسي، وفعلا لعبوا ماتش كامل متعة. شفنا كل الحلول الكروية الممكنة على ارض الملعب وقدروا يخلصوا الماتش بنتيجة 4-2. برايتون مش الخصم السهل، برايتون مش زي ايفرتون، برايتون اقوى بكتير. ارسنال قدروا يخفوهم تماما على ارض الملعب ويتلاعبوا بيهم طول الماتش، ولما برايتون حاولت ترجع قدرت تجيب جونين من غلطات من دفاعات ارسنال ومن مهارات من لعيبه برايتون، بس ده ما يمنعش ان ارسنال قدرت توصل لهدفها. خدوا 3 نقط وبعدوا بالصداره، جايبين 4 اهداف في الماتش، خط هجوم قوي ممتع، اجوان جميله، وصداره مستحقه للارسنال حتى لغايه الشتاء. تاني خالص على ملعب توتنهام ستاديوم، توتنهام يخسر 2-0 ضد استون فيلا على ملعبه. الهزيمه اثارت تساؤلات كتيره جدا حوالين اداء انطونيو كونتي مع توتنهام، لانه كان بادئ الموسم بدايه اسطوريه وكان متصدر الدوري وعامل صفقات جديده، ريتشارلسون، خط هجوم مرعب بكل المقاييس، حتى بريزيتش اللي بيلعب جناح شمال جابوا بيلعبوا باك شمال. توتنهام المفروض السكواد بتاعها واحد من اقوى سكوادات انجلترا، خسر 2-0، مركزه في الدوري بقى الخامس، عمال يتراجع. فالناس كلها دلوقتي بتسأل هو ليه انطونيو كونتي اداؤه بقى سيء بالشكل ده مع توتنهام؟ انطونيو كونتي معروف ان هو واحد من احسن مدربين العالم، طب ليه دلوقتي بيخسر؟ ايه اللي بيحصل؟ هل السكواد ضعيف؟ نهائي. هل كونتي مدرب وحش؟ لا. طب ايه المشكله؟ ده لغز محدش قادر يفهمه. كيمياء بين توتنهام وانطونيو كونتي بايظه، وارد. وعشان كده جماهير توتنهام دلوقتي بتطالب برجوع بوكوتينيو المدرب اللي فات، اللي كان عامل اداء عظيم مع توتنهام وكان بيقدر كل سنه يدخلهم المربع الذهبي وكان بيلعب بيهم كوره ممتعه جدا حتى من غير الاسماء الموجوده دي كلها. توتنهام خسر، فقد المركز الرابع، وقف عند 30 نقطه ومهدد دلوقتي كمان انه ينزل للمركز السادس بالاداء السيء اللي توتنهام بيقدمه، ومحتاجين تظبيط كتير ونشوف هل لو محتاجين صفقات يعملوها في الميركاتو ولا هيقدروا يكملوا ويرجعوا تاني للمربع الذهبي بنفس السكواد، وهل كونتي هيكمل ولا هيتم اقالته ويرجعوا بوكيتينيو تاني، خصوصا ان هو ملوش نادي دلوقتي. وفي اخر ماتش في الجوله كان ماتش تشيلسي مع نوتنجهام، اللي احنا قلنا قبل كده تشيلسي ماشي على سطر وبيسيب سطر. تود بويلي الملك الجديد لسه مش في نفس خبره رومان ابراموفيتش، اقاله توماس توخل اللي جاب لهم دوري ابطال اوروبا، وان هو يجيب جراهام بوتر في نص الموسم كانت مفاجاه، وجراهام بوتر مش قادر يقدم نفس العظمه اللي كان بيعملها مع برايتون. النهارده تشيلسي كان بيلعب نوتنجهام، واحد من الفرق اللي صاعده، الماتش انتهى بالتعادل 1-1. تشيلسي جاب الجون الاول، الشوط الاول كان نوتنجهام سايب الكره تماما لتشيلسي وما كانش موجود، اما في الشوط الثاني نوتنجهام بقى ند لند مع تشيلسي في الملعب، قدر يجيب التعادل، واتفاجئنا كلنا من اداء نوتنجهام القوي جدا على ملعبه في ماتش تشيلسي. بس كان واضح جدا ان لعيبه تشيلسي كلها بتفكر في الماتش الجاي مع مانشستر سيتي، وممكن يكون الارهاق سبب، ودي مشكله السكواد ديبس اللي اتكلمنا عنها اللي موجوده دلوقتي فعلا في نادي تشيلسي. تشيلسي كان عنده فرصه انه يحسن مركزه في الدوري ويطلع المركز السادس، انما دلوقتي هو بيفقد الفرصه دي وبيأخر نفسه في الترتيب وبيبعد اكتر عن المركز الرابع المؤهل للشامبيونز ليج. خلصت ماتشات الجولة يوم 1 في الشهر، عشان يوم 2 تبدأ الجولة اللي بعدها على طول بماتش ليفربول وبرنتفورد.
عشان نخش في توقعات الجولة الجاية ونقول ان اول ماتش ليفربول هيقدر يواصل انتصاراته، وخصوصا مع التدعيمات اللي عملها جاكبو اللي اتمنى انه يلحق يلعب الماتش ده. اتوقع هيكون فوز ليفربول على برينتفورد في ملعب برينتفورد. يوم 3 هيبقى عندنا اول ماتش ارسنال ونيوكاسل. نيوكاسل صاحب المركز الثالث اللي واضح في الماتش الاخير بتاعه اللي اتعادل فيه سلبي ان هو مركز لماتش ارسنال، والماتش ده هيكون حلو جدا وخارج التوقعات، بس انا اتوقع ان ارسنال هتقدر تفوز وهتقدر تكمل مشوارها للصداره ومش هيستسلموا بسهوله او يضيعوا نقط. الماتش اللي بعده ايفرتون وبرايتون على ملعب ايفرتون. اعتقد ان ايفرتون مبسوطه بالنقطه اللي خدتها من السيتي وهتخش الماتش اللي جاي مستهتره، وبرايتون بتلعب كره حلوه مع ديزيربي، فتوقعها هيكون لبرايتون. ليستر سيتي وفولهام هيبقى ماتش حلو جدا، الفرقتين بيلعبوا كوره، ليستر له تاريخ وعنده لعيبه جامده، وفولهام صاعده من الدرجه الثانيه وبتقدم احلى كوره وفي مركز متقدم جدا في الدوري، وعاملين مفاجاه كبيره السنه دي، وما زلت مع فولهام ان هم هيقدروا يكسبوا ليستر على الكينج باور ستاديوم ويزودوا حظوظهم في التأهل لمقعد أوروبي السنة الجاية. في الماتش اللي بعده مانشستر يونايتد هيستضيف بورنموث على ملعب الأولد ترافورد. مانشستر يونايتد مكملة عظمة من بعد رحيل رونالدو وهيكملوا فوز على بورنموث الماتش الجاي. اليوم اللي بعده يوم 4 ساوثهامبتون هيستضيف نوتنجهام. نوتنجهام مبسوط بالتعادل مع تشيلسي، ساوثهامبتون في المركز الأخير في الدوري، أعتقد ده هيبقى فرصة كويسة لساوثهامبتون إن هم يقدروا يكسبوا ويحسنوا مركزهم شوية، فتوقعها هيروح لساوثهامبتون. ليدز يونايتد هتستضيف ويست هام على ملعبها، وتوقعها هيكون لويست هام الفريق القوي اللي خسر اخر ماتش ومش هيفرط ان هو يكسب قدام ليدز، فترشيحها هيروح لويست هام. استون فيلا هيستضيف الولفز على ملعبهم، وتوقعها هيكون الولفز رغم ان استون فيلا لسه كسبانه توتنهام، بس استون فيلا هتكتفي باللي عملته قدام توتنهام وتخسر قدام وولفز اللي مش هتضحي عشان هي كمان عايزه تحسن مركزها في جدول الدوري. نختم اليوم بكريستال بالاس بتستضيف توتنهام اللي ملهاش اي بديل عن الفوز، والا هتكون راس انطونيو كونتي تحت المخرطه، بس انا اتوقع الماتش ده هيكون تعادل لان كريستال بالاس بتقدم كرة حلوه جدا السنه دي. وختام الجوله هيكون ماتش تشيلسي ومانشستر سيتي على ملعب تشيلسي لستانفورد بريدج، وده الماتش اللي دايما بيكون خارج التوقعات، بس انا هتوقع ان السيتي مش هتفرط في الفوز بعد التعادل قدام ايفرتون، وان هم بيبعدوا دلوقتي عن الصداره وهيعملوا اداء مبهر كالعاده في ملعب تشيلسي وهيقدروا يكسبوا حتى لو كان بنتيجه 1-0. لما وصلت لحد هنا ما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت عشان تفهم ايه قصه نيوكاسل وايه قصه تشيلسي وايه اللي حصل في مانشستر يونايتد. لمحبين الدوري المصري والمهتمين بيه يقدروا يتابعوا كل اخبار الاهلي والزمالك مع الكابتن باسم المراكبي، وسلام.